يا صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة. قبل ما نبدأ بقى الفيديو كده، يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هصور النهاردة معاكم كده فلوج يومي، يعني تلقائي جدا جدا جدا. فهبدأ أول حاجة كده بترويق البيت. هو أنا عندي يعني الحمد لله الريسبشن هنا ما فيهوش حاجه غير ان بس الهدوم دي هتتشال، واوضه الليفنج عندي اللهم لك الحمد كويسه جدا. تعالوا بقى نبص على الاوضه اللي احنا نفضناها. بصوا، انا غيرت النظام طبعا زي ما قلت لكم. خليت السريرين دول كده في وش الباب، يعني الباب اهو والسرير ده والسرير التاني كده. بس عندي بقى هنا مشكله، استنوا، ان انا عندي نص ضرفه البلكونه اتقفلت. بس يعني مش مشكله قوي بصراحه بالنسبه لي، لان كده كده السلك مفتوح، عشان الاوضه دي اصلا الشمس فيها بتبقى حلوه ما شاء الله. فكده كده اهم حاجه طالما الازاز مفتوح وهيدخل لي شمس كويسه، انا ما عنديش اي مشكله. ولكن يعني بصوا، ضرفه واحده بس اللي هتفتح. تعالوا بصوا، انا طلعت اللحاف بتاعي اللي هو بتاع اوضه النوم الكبيره، وطلعت المخدات كده بحيث ان هي تتشمس. وكمان المكتة الصغيرة اللي احنا كنا غسلينها مع بعض، كان ايه اللي حصل فيها، كان اتدلق عليها عصير، فرحت غسلاها تاني بسرعة وشمستها. ودي هنا بقى الدولاب، وهنا برضه هنطلع على ايه، على الليفينج. فهعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى كده ايه، لملمة سريعة لأي حاجة مش مترتبة في مكانها. ولكن الحمد لله الحمد لله، يعني كل حاجة يعتبر ايه الوضع تحت السيطرة. بس عندي بقى جوزي اول ما بيدخل يعني بيغير هدومه ويحطها على الكرسي هنا، اللي هو بابا في شماعات، بابا في حاجات في اوضه النوم. لا، هو هنا على طول على السفرة، اي حاجة بقى معاه في ايديه يحطها على طول على السفرة. ف... فلميت طبعا، ده كان غسيل عايز يتغسل. كان هدوم الشغل يعني اللي كان جاي بيها امبارح، فغسيل عايز يتغسل، فطبعا فتشت فيه وحطيته في الغسيل. وتعالوا بقى لاكتر وقت، يعني او اكتر حاجة بضيع فيها وقت في اليوم، الغسيل. يا اما غسيل عايز يتنشر، يا اما غسيل عايز يتطبق، يا اما غسيل عايز يتغسل، يا اما غسيل عايز يتكوي. بصوا، حواراته كتير قوي. ولكن انا اساسي يعني الحمد لله بيبقى عندي ملوى كل يوم، ولو اتأخرت قوي بتبقى ملوى مثلا كل يومين دي. بس برضو لازم يعني الغسالة عندي يوميا بتشتغل، ولكن دايما يعني احقاقا للحق مش طول الوقت ثبت الغسيل عندي بيبقى فاضي. مع اني لما احس ان عايزه، يعني لما ابقى عايزه احس ان البيت نضف، بحب احط ملوة غسيل كده، اللي هي اي هدوم في وشي مش في مكانها اقوم حطها في الغسالة ونشرها على الحبل، تحسي بقى خلاص ان البيت ايه، اتلملم كده، فاهمين؟ بس دخلت بقى على اوضه النوم عندي وهطبق الغسيل بسرعه، علشان في مثلا ايه، لو سويت شيرت اي حاجه ما تلحقش ان هي تتكسر، يعني فاهمين؟ بس زي ما قلت لكم، يعني كنت لميت الملوه دي وطبقتها، وعقبال ما طبقتها كده كنت خلاص الغسالة كانت بتملى ملوى تانية. دي كانت متجففة في الغسالة يعني من بالليل، فما قدرتش ان انا اطلع انشرها بالليل، كان الجو برد وكده وخفت ابرد. ف يعني نشرتها بقى الظهر كده لما صحيت. بس عايزاكم بقى لو وصلتوا لغاية هنا كده في الفيديو، تعملوا اشتراك تحت، تضغط على كلمة اشتراك، وتكتبولي بقى كده تحب الفيديوهات الجاية تكون عن ايه، واكتبولي كمان انتوا منين. لان حابة ان احنا نتعرف على بعض اكتر، لان بجد في بنات منكو انا حبيتها قوي. يعني فاطمة وهاجر وسمية، وبجد يعني في اسماء كتيرة طبعا بتبقى مستعارة، ولكن كلامكم كله بيلمس قلبي والله بجد. فربنا يا رب يرزقكم السعادة وراحة البال، ويطبطب كده دايما على قلوبكم. و... واقول لكم ايه تاني، بجد بتفرحوني قوي. عارفين لما حد يسأل عليكي مثلا لو غبتي وانتي مفيش ما بينكم مثلا يعني تعامل كتير مثلا على ارض الواقع، او مفيش ما بينكم اصلا تعامل على ارض الواقع نهائي، فده بيكون شعور حلو قوي. فلو كده بقى اعملوا طبعا كلمة اشتراك تحت، عشان تبقى عيلتنا كده كبيرة كده شوية، ونبقى صحاب كده في بعضينا. لان اعتبر على فكرة الهدف بالنسبة لي برضو الاول، او من اوائل الاهداف يعني في ان انا افتح القناة، ان انا اصلا ما عنديش اخوات بنات، يعني بنوتة وحيدة.
فحابة كده ايه ان انا يبقى ليا بنات، وعلى فكرة على ارض الواقع برضو صحاب. ما عنديش اصحاب بنات خالص، يعني حتى اصحاب الجامعة اللي هو خلصنا بقى وخلاص، كل واحدة انشغلت فما نعرفش حاجة عن بعض قوي، او ما نعرفش حاجة عن بعض خالص يعني خلاص. ف م- شعور اللي هو مثلا البنوتة الوحيدة ده بيبقى صعب شوية. فحبيت ان انا افتح القناة معاكم واشارك معاكم كده حاجات، وتكتبوا لي نصايحكم بقى ونتعلم من بعض. طبعا في منكم بنات شاطرة جدا وبتنصحني نصايح حلوة قوي، انا ما قلتش ان انا شطورة على فكرة، بالعكس انا عاملة القناة يعني علشان يعتبر اتعلم منكم وتفيدوني استفاد يعني منكم في حاجات. فاضغطوا لي بقى كده كلمة اشتراك كده و... وايه وبس خلاص. دخلت بقى كده على غرفة النوم، هبدأ بقى ألملم فيها. عايزة اقول لكم ان انا بقيت ماشية بطبق البرتقال ده معايا. مش عايزة ابرد الفترة دي يعني. آه خلاص بقى فاهمين اللي هو داخلين على ولادة، فمش عايزة اي برد. فماشية كده دايما بطبق البرتقال معايا، لو قاعدة على السرير يبقى طبق البرتقال معايا، في اوضة الليفنج على الركنة طبق البرتقال برضه معايا. اي فيتامين سي معايا كده يعني، عشان ايه ما بردش بقى في الفترة الجاية دي بصراحة. وايه تاني بقى؟ هنا اخويا انا بنهج من مجرد الكلام، فهتلاقوني بفصل كده اللي هو مره واحده هو انا كنت بقول ايه. هنا اخويا بقى كان جاي لي عشان اذاكر له. آه هو يعني لسه صغير، لسه في اعدادي، فكان جاي لي عشان اذاكر له. وحضرت كده فطار سريع الاول، عملت سندوتشين كده جبنه، وعملت بقى ايه هو نسكافيه، وانا اخدت شاي بلبن بس. وهنقعد بقى كده ناخد الحاجه ونقعد نذاكر بقى كده شويه. بس بقى هو كان قاعد بيصورني وقاعد بيعاكس فيا اصلا هاخده بقى كده ونروح نفطر وبعدين نقعد نذاكر شويه. عايزه اقول لكم بقى من الحاجات اللي بتفرق جدا جدا في البيت كده، والطاقه الايجابيه بتاعه البيت. النور اللي هو النور الطبيعي، مهما ادتي اضاءات داخليه ايوه بتبقى كويسه وكل حاجه، ولكن النور الطبيعي نور ربنا ما يعني ما فيش ما فيش منافس ليه فعلا. تاني حاجة الزرع الأخضر بيدي بهجة وطاقة إيجابية للمكان بطريقة حلوة. طبعا ده بالإضافة للنظافة يعني والريحة الحلوة بقى فاهمين. سواء شايفين الحاجات دي كلها، دي حاجات تبع البيت إن شاء الله. دي بقى ايه حاجات بقى من عند عمتها، ومن عند عمتها التانية. عارفين احنا عندنا حاجة وبحبها بصراحة. عندنا مثلا اللي هو انا بنوتي ان شاء الله تكبر فهدي الهدوم بتاعتها لاول بنوتة بعدينا فاهمين. عارفين زي ما كنا بنعمل زمان، يعني انا فاكرة هدومي زمان كلها لفت على بنات العيلة كلها اللي هو الاكبر بقى. فمثلا ايه عندنا بيبيهات بنوتات صغيرين، فبندي هدومنا لبعض. دي حاجة بصراحة انا بحبها والله. بس طبعا في حاجات هنا يعني شارياها، وحاجات شارياها وباكيتة البامبرز، يعني بنبدأ نستعد وكده. بس كل الحاجات دي بقى مش هحطها في الدولاب دلوقتي، انا نازله بكره ان شاء الله هجيب منظمات لدولاب البيبي، وبعدين اقعد بقى افرز الحاجات دي مع بعض لان كلها هتتغسل. كلها مش مبقعه ولا اي حاجه، ولكن بس ايه شطفه. حتى الهدوم الجديده اللي انا جايباها فيها برضو لازم اشطفها الاول، اكيد مش هتلبسها من غير ما تتشطف كده. فهشطفها بكره مثلا، لا بكره هنزل البلد، فهنزل بكره اجيب المنظمات بتاعه الدولاب واجيب الشماعات لهدوم البيبي، وبعدين ابقى اغسلها واحطها. لكن انا مش هدخلها الاوضه اللي هناك بما ان الاوضه اللي هناك اتنفضت، فمش هدخلها دلوقتي. هستنى بس اروق الاوضه دي واوديها هناك يعني في الدولاب متنظمه. هرفعهم بقى دلوقتي على البنك كده عشان اكنس الارض بسرعه. قولوا لي بقى عندكم الحركه دي ولا لا؟ اللي هو احنا عندنا ملابس الاطفال دي بتتوارثها اجيال الاجيال. طبعا عندنا يعني البنات مش كتيره، ولكن ايه بقى بتحسي كده بترابط كده ما بين الاطفال، والله بتبقى حاجه جميله قوي. بس طبعا يعني هما جايبين لي بصراحه هدوم العيال كلها اللي هي البنات، يعني لدرجة ان انا خلاص يعني المفروض ان انا ما اشتريش حاجة. هو خلاص يعني. بس طبعا اشتريت الهدوم الداخلي كلها اللي هي الفانلات البيضة والقطن والبناطيل والحاجات دي. وكمان اشتريت ايه،
واشتريت كده طبعًا الطقم اللي هو بتاع الولادة اللي هو بتاع المستشفى، وجِبت طبعًا حاجات الBaby بقى اللي هي الShower والحاجات دي، هابقى أشاركها معاكم بس هي مش كلّها خلصت، و وإيه تاني، وعايزة أجيب بس مثلًا 2 سالوبيت أو حاجة جداد بقى بتوعها، لإن عندي زي حوالي 10 سالوبيتات أصلًا جايين لها من بنات عمتها وكده. آآ، فبس بقى، عارفين أنتم بقى الجو بتاع زمان اللي إحنا كنا هدومنا بتلِف على بعض، والله العظيم بتبقى حاجة جميلة أوي، وحاجة سبحان الله أنا باحبها، وخصوصًا إن إحنا مش هنعمل كده أبدًا مع أي حد يعني لأ، ده مثلًا لو عندِك أخت أو جوزِك عنده أخت ده كبرنا أوي، بنت عمها أو بنت عمتها، بنت خالتها، بنت خالها، كده اللي هي الدايرة الصغيرة أوي في العيلة. لكن طبعًا مش هاخد هدوم من أي حد يعني، ولو حد مثلًا بيبقى عاطيها لي فده من باب المحبة، أكيد الحمد لله اللهم لك الحمد، مش من باب احتياج أبدًا، بس طبعًا اتزنقت في الباب مش عارفة أعدّي في الباب طبعًا باللحاف وببطني، ادعوا لي بقى ربنا كده يكمّل لي على خير، السجادة الصغيرة دي بقى كانت مكبوب عليها عصير فأخدتها كده على طول، عملتها بسرعة ورجعتها تاني، حطيتها يعني في الشمس. تتشمس كده أخدت الشمس وبقت الأوضة كلّها ريحتها شمس، فاهمين؟ الشعور ده بيبقى شعور رائع أوي يا بنات بجد، لمّا تشمّسي كده ال الحاجات يعني أول ما تصحي كده جرّبي، خدي الغطيان بتاعتِك مثلًا والمخدة والتربيعات دي وحطيها في الشمس، وبعدين اوعي تستني مثلًا إيه لبليل وتدخّلي الحاجة لأ، فتّحي شبابيكِك، فتّحي بلكوناتِك ده لو الشمس حلوة وخلّي الأوضة كده تاخد تحميصة شمس كده حلوة أوي، وبعدين يعني مثلًا حتى لو على العصر مثلًا أو قبل العصر، دخّلي بقى الحاجة دي كده وهي سخنة، واقفلي الأوضة، وعارفين هتحسّي بدفء كده جميل أوي، جرّبي كده تصحي مثلًا مرّة قبل الضهر و وتنجزي يعني شغل بيتِك قبل الضهر وتشمّسي وكده، ولو عندِك مثلًا مشّايات خفيفة أو سجاد خفيف تقدري إن أنتِ تطلّعيه في الشمس كده برضه، هتحسي بإحساس جميل أوي، الإحساس ده بقى والريحة اللي أنتِ هتحسيها دي أحلى عندي من ريحة المعطرات الجو والحاجات دي كلها، يعني أنا عملت كده مع شوية البخور دي دول وقفلت الأوضة، بُصّي هتحسي إن الأوضة اتكنِّت كده، بقى فيها دفء كده بتاع زمان، حاولوا دايمًا تخلّوا بيوتكم دافية، وربنا دايمًا ما يحرمكم أبدًا من نعمة دفء اللي في البيوت دي. دي حاجة جميلة أوي، بتحسّي فيها كده بترابط أسري، يعني أنا أول ما جوزي دخل قال لي: "هو أنتِ منفّضة الأوضة؟" اللي هو أنا أصلًا أنتم شايفين قدّامكم ما عملتش حاجة، اللي هو يا دوب قفّلتها وشمّست الحاجة وكنست الأرض، وحتى الأكياس رفعتها على البانكيت، يعني حتى ما رجّعتهاش مكانها. ولكن ده عطى له إيحاء إن أنا إيه، إن أنا منفّضة الأوضة، قال لي: "أنتِ منفّضة الأوضة؟" قُلت له: "لا والله ما أقدرش بصراحة مش دلوقتي، يومين كده والّا حاجة، أنا لسه مخلّصة تنفيض الأوضة التانية." فجرّبوا كده تعملوا الحاجة دي هتحسّي كده ببركة كماني في المكان، هتحسّي كده إحساس بجد جميل أوي، وخصوصًا بقى فتّحي الشبابيك بقى والقرآن شغّال، على فكرة أنا فيّا حاجة حتى ولو في الشتا وخلاص الشتا الجو البرد يعني، لازم أفتّح شبابيك كل يوم. ما اقدرش إن أنا أعدّي عليَّ مثلًا يوم كده من غير ما أفتح الشبابيك دي، ما أقدرش لازم، فتلاقي دايمًا إن شقتي يعني مش دافية، وحتى أوضتي هناك مثلًا عند ماما كنت كل يوم أصحى لازم أفتح الشباك على مصراعيه كده، فأنا ما أقدرش إن أنا ما أدخّلش شمس، ومش شمس هوا كماني ونور، النور بيفرق معايا جدًا. فأنا عشان كده حتى هنا في الشقة دي يعني فضّلت إن إحنا يكون عندنا الشبابيك ألموتان عشان تدخّل لي دايمًا شمس، أو تدخّل لي دايمًا نور ربنا على طول كده فاهمين؟ ما اضطرش مثلًا إن أنا كل يوم لازم أفتح وكده، ولكن برضه كل يوم لازم أفتح والشقة بتبقى برد بصراحة، بس أنا عندي أستحمل لسعة البرد دي، بس أشم كده الهوا اللي جاي من برّه. طبعًا بقى عطيت كده كمالة النضافة، عطيت مسحة كده بقى كده بالموب، الموب دي بصراحة حلوة أوي، أنا عايزة أقول لكم اسمها إيه، بُصّوا لأ أنا مش متذكرة اسمها بالضبط، فأنا هابقى أصورها لكم إن شاء الله المرّة الجاية، دي أنا متجوزة بيها بقى لي قد إيه، بقى لي حوالي 10 شهور أهو متجوزة بيها.
جميلة ما شاء الله بتسعفني فاهمين، يعني بتساعدني أوي، يعني في حمل مثلًا وكده عايزة أمسح، عايزة أسيّق وكده، فبتدّيني برضه إحساس النضافة وما فيش زروطة كتير أو مَيّة كتير بقى، وبرضه يعني بتساعدني. أسعد اللحظات بقى خلاص، يعني ريحة نضافة في كل حتة، شمس داخلة البيت، أرض ممسوحة وريحة البخور، مش هنحتاج أكتر من كده، كده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أسيبكم في رعاية الله، استنوني في فيديو جديد ومع ألف سلامة.